انت خدت منه كره الهدف الثاني النهارده بعد ما جري وقطع الكره وعملها حلوه قوي، وانا بقول هو سر من اسرار الهدف الثاني واداها لك. بس انا اعتقد ان انت شفت عمرو زكي ولا حسيت بالخطوات بتاعته وهو بيجري؟ يعني ان انت كنت تحت ضغط جامد جدا وفي حاله صدام حتى مع حازم امام نفسه عشان تاخد منه الكوره. هو انا لما لفيت يمكن انا لما لفيت كنت بلف وبعد كده هبدا استنى شويه عشان حازم يعدي هلعبها له بشمالي، فلقيت عمرو زكي، لمحت عمرو زكي وهو بيجري والاثنين السوبرين كانوا فاتحين شويه. حتى وانا بحطها له كنت انا بتزحلق. مظبوط. طب رجعنا لبدايه الماتش يا ابو حميد بعد اذنك. نعم. رجعنا لبدايه الماتش، انتوا قبل المباراه كنتوا عايزين تنهوا يعني تخلصوا على المباراه في الدقائق الاولى، يعني تجيبوا هدف مبكر. هل دي التعليمات كانت ليكوا باسرع وقت نقدر وانتوا كلاعيبه اتفقتوا على كده؟ هو بص يا كابتن، هو من ضمن اهم حاجه ان احنا كنا ناخد بالنا وما يحصلش فينا زي الماتشين اللي فاتوا اللي حصل، ان احنا بيجي دايما احنا بنتاخر وبعد كده بنرجع للمباراه. فكان هدفنا ان احنا ما يجيش فينا جون، ده اهم حاجه، وفي نفس الوقت احنا نجيب الاول. فربنا كرم الحمد لله. بان من ادائكم واصراركم في بدايه المباراه يا احمد. هو يا كابتن بص، يعني انا شايف والله بجد والله في روح جميله جدا 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 جوه الملعب، في صراع من الجميع جوه الملعب، يعني وده مهم. وان فرقه تبقى خسرانه وترجع، دي بتبين قد ايه ان دي فرقه فعلا عندها لعيبه شخصيات قويه جوه الملعب، ان فرقه بتعرف ترجع تاني. لكن النهارده مع ذلك ان احنا جه فينا جون واحنا كنا مضغوطين، ولكن برضه ما فيش مشكله، كملنا والحمد لله حرزنا هدف المكسب. انما من الاول فعلا احنا كنا مش عايزين يحصل فينا اللي حصل الماتشين اللي فاتوا. يعني ما كان في تركيز ان احنا ما يجيش فينا جول في الاول، وربنا كرم عمرو زكي طبعا في الشوط الاولاني، وبعديها كمان كوره شيكابالا كانت ممكن سهلت الماتش قوي، وبعديها كوره حسين كانت ممكن يعني اكثر من كوره، وقبلها كوبر عمر جابر بالظبط. بالظبط. يعني طبعا الشوط الاولاني احنا كنا مميزين، الشوط الثاني طبعا حته طوارئ زي ما قلت لك، دي بقى قله خبره لان في لعيبه كتير في الملعب. يعني صلاح مثلا النهارده اول مباراه ولكن لعيب مميز، ان شاء الله هيبقى ليه وجود كبير. نفس الحكايه الميغاني مع عمر جابر، يمكن برضه خبرات قليله. فاقصد ان يمكن ده اللي اثر علينا في الشوط الثاني، زائد ان زي ما قلت لك انت بتلعب فرقه كويسه، فرقه عندها لعيبه بتعرف لعيبه بتعرف، يعني سواء احمد عيد، احمد عبد الغني، احمد مكي، اقصته حامل اللقب محمد الهرده، حليب. يعني فرقه طبعا بتعرف ترجع للمباراه، فرقه عندها لعيبه كوره كويسين، فطبيعي ان هي تضغط. احنا ما استغلناش ان احنا كنا لو جبنا جون ثاني اعتقد كان سهل الماتش علينا، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نكسب المباراه، ودي انا شايف ان خطوه مهمه جدا جدا جدا. ويا رب ان شاء الله باذن الله، يعني زي ما توعدنا وزي ما تعهدنا ان شاء الله باذن الله ان احنا يكون اول لقب لجماهير نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. يمثل لك ايه اللقب ده لو ان شاء الله الزمالك خده؟ لا ما تخلوش يسبق الاحداث، لسه 90 دقيقه يتعب فيها قوي. انا شخصيا طبعا يا كابتن مجدي، يعني ده يعني تحدي بالنسبه لي، ان انا اكون موجود مع زمايلي ومع الجهاز وان احنا نحقق لقب زي ده في فتره طويله يمكن غايبه البطولات عن نادي الزمالك. واعتقد ان جمهور نادي الزمالك يستحق ده، لان فعلا مسانده طول الوقت، فطبعا احنا بنشكرهم على المسانده. احمد سؤال اخير بالنسبه لي، وكنت عايز انفي بالنيابه عنك، لكن ما دام انت موجود معانا احب ان انت تقول الموضوع ده. بعض الناس قالوا ان انت عندك شكوى من تغييرك او من عمليه خروجك من المباراه او الكلام ده كله، وانا طبعا عارف يعني ايه احتراف او فكر الاحترافي بتاع احمد حسن. احب تنفي او ترد انت بنفسك على الموضوع ده. لا يا كابتن، لا بص يا كابتن، انا طول ما انا ممكن اي لعيب وضع طبيعي ان هو ممكن يبقى متضايق داخل ان هو بيخرج من الملعب، ولكن انا من نوعيه ان انا لو انا مش موفق وانا مش كويس ما بزعلش ابدا، لان في النهايه ما ينفعش يبقى معاك مدرب بيثق في امكانياتك وبيثق في قدراتك ولما يخرجك من الملعب تاكد ان فعلا خلاص يعني هو شيء. لكن انت ما عندكش اي نوع من انواع التاثر، انت واثق في المدير الفني بتاعك وعارف ان انت بتعمل اقصى طاقتك وان هو احتياجاته الفنيه هي قد اللي تخليه يقوم بعمليات التغيير. انا بقول لك كابتن ايمن، بص انت تحس انك انت تغيير دائم، وفي فرق انك انت تحس ان لا اللي معاك ده لو واحد بياخد فيك، اللي معاك ده واحد يعني عارف ان لما بيغيرك يبقى اكيد مش موفق او انت بعيد عن مستواك. مشكله خالص، وبالعكس يمكن يعني
يعني انا ما عنديش اي مشكله خالص، بالعكس والله، لان خلاص كابتن انا بعد السن ده كله ده ما ينفعش خلاص يعني الموضوع. انما لما اكون في مستواي ما اعتقدش ان كابتن حسن حتى يفكر ان هو يطلعني من الملعب خالص يعني. ثقه في مدربك. مظبوط. الحمد لله. قول لي انتوا في الاوضه لسه يا كابتن احمد؟ ها لا يا كابتن، لا احنا خلاص احنا مشينا وخرج يعني خرجنا دلوقتي. طيب هل اقدر لو شيكابالا جنبك تدوني يا كابتن احمد؟ لا والله هو مش موجود لان هو مشي تقريبا بعربيته من الاتوبيس والله. ولا عمرو زكي؟ عمرو زكي والله ولا عمرو، اغلبيه اللعيبه مشت من الاستاد على طول. اغلبيه اللعيبه. اوكي يا كابتن، اشكرك ربنا يخليك. توفيق والف مبروك، الف مبروك.